خلاص بقى احنا كده روحنا البيت وطبعا عملت شوبنج حلو قوي في رنين، وجبت لكم طقم الحلل عشان اوريه لكم بقى. انا قلت لما اروح البيت اوريه لكم وافرجكم بقى الحاجات اللي انا جبتها واوريكم العرض بجد تحفه، يعني انا عجبني جدا. طبعا كنت مبسوطه النهارده ان انا اي واحده بكري طبعا لما بتعمل شوبنج بتبقى مبسوطه. ساندي اللي شلتي برضو؟ شلت انا لغايه لما خرجت بره. ما علينا. تعالوا بقى اوريكم طقم الحلل اللي انا جبته، اوريكم العرض، اوريكم الاول الحاجات الصغنطوطه الاول اللي انا جبتها جنب. ماشي طلع ساندي كده معايا النهارده طالعه عشان تفرجكم هي بقى. يلا يا ساندي بصي بقى جبت الكزرولتين دول. دي مش لبانه. مش هتفرق، مش بترمي اللبن. ما علينا برضو، دي كانت في العرض. ماشي افتحي دي. استني اقول لهم طب سعرها. دي كانت ب 180، خدتها في العرض بتاع رنين ب 150. فانتوا روحوا الحقوا عروض رنين بسرعه بجد، عامل عروض حلوه قوي. عروض الجمعه البيضاء دي بقى وعروض لغايه اخر الشهر بجد حلوه. هتجهزيني امتى؟ جهزك ايه يا ساندي؟ حاجه رخيصه اهي. يلا يا ساندي فكي بقى وريهم يا ساندي. فين مفيش مقص؟ جايبه مقص هنا والله يا بنتي. المقص راح. افتحي اوعي بس تجرحيها. عيب عليكي. يلا لسه الطقم التقيل اهو. عايزه اوريكم بقى الحاجات اللي فيه ونشوف الحلال بقى من جوه. انا شفته هناك بس ما رضيتش افتحه الا لما افتحه قدامكم بقى اوريكم. ثانيه ما تشيلي البتاع دي. اول واحده ايه؟ وريهم بقى قبل ما. بصوا بقى كان في منها الوان. بصوا شكلها من جوه من بره. دي تروفيل ولا دي ايه؟ دي تروفيل. دي مقاس 14، دي 16 ودي ال 14. يا فندم والله انا ما كانش عندي بقى، قلت استغل بقى ان في عروض واروح اجيب الاثنين دول. هاتي بقى اللي بعده عشان بصوا بعدين حلوه حلو برضو العرض ده. هاتي ايه؟ انت ما واحده وانا دي ما جالتش في العروض للاسف، ما كانش عليها عروض بس انا كنت محتاجاها بصراحه للكيكات لاي حاجه عشان لما اجي اصب بقى ليها بص كده حلو. وايدين للمعجنات يعني عامه يعني هي حلوه عشان لما باجي اعمل في قوالب الكب كيك ما بلاقيش حاجه اصب بيها. الكبشه بقى ما باخد بالكبشه بتاعت تدلدق، فدي حلوه. دي كانت بكام؟ ما قلناهاش من السعر. دي ب 63. بصوا بقى جبت الشرايط دي اللي وريتها لكم احنا هناك في رنين. دي كانت ب 100. دي ما لهاش دعوه بالعرض تمام. دي كانت ب 100. دي انا جبت مقاس الكبير علشان كنت محتاجاها كبيره. انا عندي الصغيره بتاعتها بس كنت محتاجه الكبيره. ده العرض الاقرب لقلبي. العرض بقى اللي ساندي وملك شفتوا فيه المجات. بصوا هناك بقى المجات كلها الوان واشكال تحفه. كانت ب 120 في العرض ب 100. وكان في تاني مجات تانيه اكبر كانت ب 150 في العرض برده ب 100. فالحقوا روحوا اشتروا العروض. استنى نفتحها لهم كده اوريهم المجات. بصوا عايزه اقول لكم ان عارفين تحت قاعد تحت في العربيه وعمال يزمر عشان يطلع. انا كنت مسرباه كالعاده كل عشان اصور فيديو بصور ثانيه هاشتاج بصور. بس ده اول شكل. بصوا الشكل ده بتاعي. ثانيه ما شاء الله. مالك وساندي كل واحد يختار شكل. وعاصم طبعا لازم يختار مج جوه كمان فاختار مج. يلا عشان نخش على التقيل الحلل. واخدين بقى على جنب كده علشان نعرف نطلع الحلل كده بقى. هي دي الرفاعه اللي انا جبتها بس انا رايحه اصلا اساسا عشان طقم الحلل ده. الحلل بتاعتي من ساعه ما اتجوزت ما جبتش حلل ستانلس فكانت اتدمرت بصراحه. فقلت بقى ايه اروح انا اعيش نفسي كده واروش نفسي واجيب لي الطقم ده. استغليت بقى العروض ولقيت العرض بصراحه مغري قوي. بقى ما رضيتش افتحه غير قدامكم. انا فتحت الكيس من بره بس كله متغلف من جوه. استني بقى اوريكم. بصوا معايا اول حاجه في العرض مع الحلل الكنكات دي. ملحمين. يلا نبدا. بصوا بقى الكنك دي مع الاربع حلل. الطقم ده زانوسي زانوكس. طبعا الحلل بتاعته معروفه، الماركه دي معروفه. انا جربتها جبت منها كذا صينيه يعني كانت حلوه. الطقم ده ثانيه من امين سعرهم. الطقم ده كان قبل العرض ب 3000 جنيه. شد البنات دي رخمه قبل العرض كان ب 3000 وبعد كده نزلوه ل 2750. في العرض بقى ب 2000 ونص. الحقوا هاتوه. 4 حلل ومعاهم حله ضغط 6 لتر ومعاهم 6 لتر ومعاهم لبانه. لا لبانه يا ماما. هي صباح الخير. ايه الفرق؟ في فرق بين الكازارولا اللي هي دي اللبانه ومعاهم ايه تاني؟ كازارولا نسيتين شبكه البطاطس والاربع حلل.
هوريكم بقى الكنك اهو. خدي انت الاكياس. شايفه جايبين هنا لمس حلو مع العرض، انا كنت محتاجاه برضو بس انا كنت عايزه الجرانيت، بس مش مهم يبقى استانلس. ده بقى مع الحلل. ودي الشبكه برضو بتاعت البطاطس. ما علينا، انا عندي واحده زيها بس مش اشكال، مش هتخص. مش هنخص ثانيه. نفتح بقى ايه اول حله. هاتي المقص. انا افتح عايزينك. طب يلا يلا ماما جايلك. تحت اهو ثانيه بسرعه اهو. يلا طلعها. طب خدي افتحي اللي بعده لما طلع شكلنا عملنا دوشه جامده قوي. احنا اسفين ازاي يا فندم. بصوا بقى العلبه من جوه، بصوا متغلفه ازاي في الشنطه، حلوه والله. دي مقاس كام؟ مش مكتوب. 18. ده مقاس 18. طبعا هقول لكم تجربتي بعد الاستخدام ان شاء الله. بصوا الغطا، بصوا الحله تقيله ما شاء الله وحلوه، الاستانلس بتاعها حلو. بصوا هو الاستانلس هنا مكتوب عليها زانوكس من على الحله من جوه زي ما انتم شايفين كده، بس تقيله وحلوه. فبرضه هجربها عشان اقول لكم بعد الاستخدام فعلا حلوه ولا لا. بس بصراحه الطقم حلو قوي، واقول لكم ب 3000 جنيه يعني ما تاخديه بنزل فيه 500 جنيه، حلو قوي. ومعاه بقى حله الضغط لوحدها سالت عليها ب 1000 جنيه، فحلو قوي العرض. فالحقوا بقى اللي عايز يشتري الحلل يروح يشتري العرض ده، حلو قوي. ده مقاس كام؟ ده مقاس 20، يبقى ده مقاس 18 ودي مقاس 20. هوريكم بقى الحله مقاس 20. انا فرحانه قوي بالطقم ده عشان كان نفسي فيه. بصي برضو جايه في شنطه مغلفه كده. بصوا شكلهم حلو قوي. حلوين صح؟ مبروكين عليا. بصوا دي مقاس 20 ودي مقاس 18. عشان يبقى كام؟ قصدي دي تالت حله. دي مقاس كام؟ 22. يبقى 18 و20 22. طبعا نفس ايه؟ هم 4 حلل بس. دي 26. 26 يبقى ما هو من 18 ل 26، 18 و20 و22 و26. ومعاهم طبعا الكنك ده زي ما قلت لكم، اتقل واحده. والشبكه دي دي بقى اكبر واحده. كنت محتاجه مقاس اكبر، مش قادرين يجيبوا الكبيره كمان معاهم. انا زعلانه من رنين قوي. يلا حطوا الحله الكبيره معاهم. ادي بعد فيها ان انت تحسي من جوه. بصوا صح، نسيت اوريكم حاجه فيها، ان انت تعرفي فيها درجات، يعني لتر 2 لتر هم مرقمينها من جوه الحله. لو مش عارفه هي باينه قدامكم ولا لا بصراحه، بس حلوه بصراحه يعني انا عاجباني. بصوا القعده بتاعتها من ورا. عايزه اوريكم كل حاجه بصراحه عشان اللي محتاج فعلا العرض حلو، اللي محتاج حلل استانلس يلحق العرض بتاع الرنين. يعني بصي دي صغيره، اصغر واحده وتقيله، ولازم طبعا اجربها لكم واقول لكم بعد الاستخدام حلوه ولا وحشه. اللي بعده كده 4 حلل والكنك والشبكه، كل دول ب 2000 ونص. عجباني قوي. دي بقى اللبانه. افتحي اللبانه يا سندي. يلا اتكلمي ماما قبل ما افتح. انا كان عندي لبانه المونيا بس قديمه قوي، بس حلوه اهو. اديني استفدت بلبانه كمان. نعمل في الحله دي اول حاجه نعمل فيها المحشي طبعا، لازم ده اكيد. في حله الضغط بقى هوريها لكم دلوقتي بعد اللبانه. لا انا ما عنديش صحه. برضه جايه في شنطه، والله انا استغل الشنط دي في حاجات كتير برضه. طلعت شدي. وادي اللبانه. بصوا شنطه تاني. وادي اللبانه شكلها حلو على فكره. برضه مترقمه من جوه نص لتر ولتر ولتر ونص. مش عارفه بقى واضحه قدامكم ولا لا، شايفينها كده؟ والله الطقم شكله حلو قوي ما شاء الله. طقم جميل بجد، تحفه. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها شيك جدا. لا انا عجبني بجد العرض بتاع رنين المره دي، حلو قوي. الكبير حله الضغط. بصوا بقى انا كنت محتاجاه، استغليت طبعا فرصه العرض. سالت عليها هناك في رنين لقيت الحله لوحدها ب 1000 جنيه. شوفوا بقى لما اجيب الحله مع ال4 حلل مع الكنك كل ده ب 2000 ونص، حلو قوي طبعا. فعرض بجد حلو. ياه دي 6 لتر. والله
والله يا جدعان فيه مساحه اصلا. كده بقى خلاص خلصنا طقم الحلل كله. في حاجه تاني مش كانوا ادونا اي حاجه تاني جنبهم. اوكي يا ساندي. طبعا ساندي وملك ما طلعوش غير بمج حلو عليهم قوي. حلو المج. ساندي هتكسر الحلل. لا ده هم مبصين قوي، ده متبرشمه جامد. لا حلو. لا طقم شيك بجد. دي متبرشمه جامد. يا ساندي مش عارفه مفيش صحه، تعبانه. ساندي عندها برد. ثانيه وبعدين لا من الناحيه دي. ايوه خش بقى على حلة الضغط. ثاني. شفتوا بقى الهدية اللي على الحلل دي كمان معاها كتالوج عشان لو مش عارفين هيستخدموها ازاي. ثانيه. بصوا بقى الحلة الجامدة دي. واو حلو. بص انا اول مرة اشوفها ما فتحتهاش، انا قلت لكم عشان افتحها معاكم. بنفتحها ازاي بقى كده؟ ثانيه. دي جامدة قوي. ثانيه. لا مش عارفة امسكها ازاي. احنا ما نعرفش نفتحها ازاي. اللي عارف بقى يقول لنا. اهو وقعت. ايوه كنت يعني مش عارفة هي راحت فين. ثانيه. ثانيه. دي دخلت جوه خالص. ايه ده؟ لا هو اكيد ليها حل. ثانيه بس. اكيد في حاجة بتفتحها. حد يلحقنا يا جماعة. كده كفوايز مش عارفين نفتحها. هو اكيد دي بتتقفل تاني. ممكن. لا بس لو تكسريها استني. ما علينا. هي الغطا دخل جوه سقط جوه مش عارفه اطلعها ازاي تاني مش عارفه. طب فاصل اعلاني نحاول نيجي تاني ونرجع لكم تاني. بعد كده انت بتضغطي بقى تروحيها ساقطه لجوه. احنا بصوا فتحناها بس مش هنعرف نقفلها تاني. انا مش عارفه اتعامل معاها لسه لان انا اول مره افتحها بصراحه. وده الغطا بتاعها وده بيتهيألي اللي بيتصفر منه الصفاره لما نخلص الاكل. بس هي حلوه بصراحه. دي الحله. يبقى كده في العرض حله الضغط والاربع حلل والكنك والشبكه بجد عرض خطير. واللبان واللبانه بس مفيش حاجه تاني في الكرتونه. يمكن ناسيين حاجه جوه تاني. خلص. نستني ما اوريهم حاجه بقى. الشبكه دي كنت جايباها قلت بقى هشوي عليها الفراخ، هشوي عليها يعني على شويه الفحم. قلت بالمره ادخلها في الفرن. اللي يعرف بقى فكره حلوه كده عشان لما جيت ادخلها في الفرن الايد بتاعتها ما دخلتش. اللي يعرف بقى حلل الايد دي اسميها ولا اعمل فيها ايه. لو عندكم حل اكتبوا لي في التعليقات. بصوا لان انا عايزه ادخلها في الفرن. قولي يا سنتي. بصوا دي عشان لو مش عارفين زي ماما ما عرفتش تفتحها ازاي. هم معلمينها اهو. كاتبين يعني اهو بصي. ايوه ترفعي دي ترفعيها للاخر كده فيطلع. احنا ما رفعناش للاخر، احنا سايبينها كده زي ما هي. عشان كده عصلجت معانا. يبقى خلاص احنا هنتعلم من الكتالوج ده. مفيش مشكله. فاللي يعرف بقى يقول لي عشان سنتي قطعتني انا اتني دي ولا اعمل فيها ايه عشان اعرف ادخلها في الفرن. بس ودي حلوه استلس حلو تقيل عجبتني يعني بصراحه. يا ستي بس يا رب بقى العرض دي بقى قولي لي رايكم فيه حلو كده ولا وحش. قولي لي ايه اذا كان طعم الحلل ده يعني عجبكم ولا لا وانا فعلا اتخميت فيه ولا حلو. وطبعا بعد التجربه ان شاء الله هقول لكم اذا كانت حلوه ولا وحشه. عامة انا جربت زانوكسي ده في كذا حاجة يعني فكان عاجبني. فانا هجرب برضه في الاستانلس. هو بصراحة شكله شيك جدا وحلو وسعره حلو جدا. فالحقوا بقى انزلوا دلوقتي على مدرانين. الحقوا روحوا اشتروه. وقولوا لي مبروك بقى في التعليقات. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله. هتوحشوني كتير يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.